جيلزنكيرشن بمدينة شالكة بألمانيا في منطقة شالكة أرينا التي يقع فيها استاد شالكة الشهير، والمنطقة بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان، الذي يطمح فيه المدير الفني للفريق مانويل خوزيه والكابتن حسام البدري المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. الحمد لله شفنا المعسكر، يمكن كل الادوات الخاصه بالمعسكر على اعلى مستوى، ويمكن اشاد مستر مانويل بالمعسكر والتدريبات زي ما شفنا اللعيبه كلها متحمسه، سواء اللعيبه القدامى او الجدد او مجموعه الشباب الموجوده معانا. ان شاء الله نستفاد اكبر قدر من المعسكر بحيث ان احنا نبقى مستعدين لبدايه الموسم بشكل كويس ان شاء الله. وايضا اطمئنانك على جميع النجوم. الاصابات زي ما احنا عارفين، شادي شارك وابو تريكه هيشارك بشكل متدرج، وعماد النحاس بيعمل تأهيل هنا، فإن شاء الله بإذن الله كل الأمور ماشية في شكل إيجابي. وينتظم اللاعبون في معسكرهم بألمانيا على مدار اليوم في تدريبين رئيسيين صباحا ومساء. صباحا الساعة 9 ثم 6 مساء، ويتخلل ذلك محاضرات وتدريبات تأهيلية للمصابين، ومنهم النجم محمد أبو تريكة الذي عاد من ميونخ للاطمئنان على ركبته، لكنه لم يشارك حتى الآن في التدريبات العامة، ويقوم بتدريبات تأهيلية استعدادا للدخول والانتظام مع زملائه في التدريبات العامة. الحمد لله كل الأمور ميسرة كويسة، والحمد لله في تحسن مستمر. الحمد لله الأمور ميسرة وأحسن من الأول بكثير إن شاء الله. هي زي ما بقول لحضرتك أنا مريح بقى لي فترة كبيرة، والفرقة بدأت بقى لها 4-5 أيام، فلازم الأول أبدأ شغل منفرد، وبعد كده إن شاء الله تقويات وحاجات، وإن شاء الله نبقى نشارك مع الفرقة بعد كده إن شاء الله. كنت اتمنى طبعا اكون موجود مع المنتخب، انما المنتخب ان شاء الله غالب اللعيبه اللي قادره ان هي تعدي المرحله اللي الماتش لو ماتش صعب. اعتقد ان شاء الله ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نكسب ان شاء الله. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، والمنتخب يعني عليه يعني عامل كبير، والناس تبقى لازم تبقى ورا المنتخب، وده حلم مش حلمي بس لوحدي، لا ده حلم الناس الموجوده كلها في مصر ان احنا نوصل كاس عالم ان شاء الله. وبالإضافة إلى أبو تريكة هناك اطمئنان عام على الإصابات الأخرى التي يعاني منها باقي اللاعبين مثل شادي وعماد النحاس وأحمد فتحي الموجود حاليا في البرتغال لمتابعة إصابته. عماد النحاس والله حالته طيبة، يمكن هو عماد العملية أجريت قبل 8 أسابيع شهرين الآن. الحالة بالنسبة لهذا التوقيت يعني جيدة جدا، لكن أنا بغتنم هذه الفرصة ووجودنا لمدة 3 أسابيع في ألمانيا، لأنه عماد ياخد خطوة إيجابية إلى الأمام في هذا البرنامج العلاجي اللي بيه نصل إلى حالة من الثبات ومن الطمأنينة تسمح له بالبدء في البرنامج العلاجي الثاني، وهو عملية تأهيلية وإعادته إلى حالة ما قبل الإصابة في خلال 3 أشهر القادمة. هو شادي محمد الحقيقة يعني عنده مشكلة بسيطة في ركبته نتجت عن كثرة الأحمال والمشاركات في المباريات، بيتم التعامل معها الآن بجانب إشراكه مع الفريق بشكل طبيعي. يعني هو شادي يمكن بيشارك مع الفريق، وبداية من يوم الاثنين اللي هو بعد باكر إن شاء الله يبدأ برنامج علاجي بالإضافة إلى مشاركاته الطبيعية. يعني هذا البرنامج العلاجي الموضوع لن يعوق شادي عن المشاركة مع الفريق. هذا ويواصل الفريق تدريباته يوميا، ويركز الكابتن أحمد ناجي على تدريبات حراس المرمى عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي حتى يصل الحارس الجديد الفلسطيني رمزي صالح من القاهرة، والذي تأخر لظروف استخراج التأشيرة لألمانيا. معسكر تدريبي جاد هنا في ألمانيا للاعبين بدأه الكابتن حسام البدري قبل وصول المدير الفني مانويل خوزيه. يوم بعد يوم يزداد معسكر النادي الأهلي في ألمانيا حماسا وسخونة بعد دخول اللاعبين في مراحل لياقة بدنية أعلى بالتدريبات اليومية بدنيا وفنيا. التدريبات يشرف عليها المدير الفني مانويل خوزيه والجهاز الفني والطبي، وفي نفس الوقت يواصل نجوم الفريق المصابون مراحل التأهيل والعلاج الطبيعي في المركز الطبي الملحق بالمعسكر في مدينة جيلزنكيرشن بجوار الاستاد الرئيسي لنادي شالكة. ومنهم النجم محمد أبو تريكة الذي يصارع الوقت من أجل الدخول في التدريبات العامة، وقد انفرد به المدير الفني خوزيه ورصدته كاميراتنا وهو يداعبه ويؤكد له ضرورة الصبر وعدم التعجل حتى يعود قويا كما كان.
أبو تريكة يتدرب منفردا بقوة دون الدخول بالكرة حفاظا على ركبته التي تحتاج لبعض الوقت، لذلك يقضي وقته في تدريبات التقوية والكرة بالرأس مع النجم الآخر شادي محمد الذي يحتاج هو الآخر أياما قليلة للدخول في التدريبات العامة. لكن النجم عماد النحاس الذي يعالج الآن في المركز الطبي بالمعسكر في ألمانيا بدأ متفائلا مع تحسن تدريجي منتظم في إصابته بالركبة، خاصة أنه يتبع برنامج علاجي متقدم كما يقول. الحمد لله رب العالمين، يعني المركز اللي موجود هنا اللي بدأت أشتغل فيه الأمور الحمد لله تمام. الناس طمنوني الأمور اللي وصلت له لحد النهاردة الحمد لله رب العالمين مطمئن، والمرحلة الجاية إن شاء الله تكون مرحلة انتقالية للتأهيل للجري إن شاء الله، ودي في خلال إن شاء الله 3 أسابيع اللي احنا موجودين فيهم هنا بإذن الله. والله المعسكر الحمد لله ماشي زي الفل، وتمرين صبح بعد الظهر زي ما انتم شايفين، واللعيبة بسم الله ما شاء الله بتأدي في التمرين بشكل كويس، وعامل الجو بالتأكيد طبعا مساعدنا طبعا عن فرق الجو عن مصر، الحرارة هنا الجو أحسن. وزي ما حضرتك شايفين يعني في تجانس، بدأت اللعيبة الجديدة الحمد لله تخش مع اللعيبة القديمة، واتمنى ان شاء الله ان الامور تتحسن وتكون افضل مع وجود ان شاء الله لاعبي المنتخب ان شاء الله. الفريق دخل في تدريبات قوية وساخنة بعد ارتفاع معدل اللياقة البدنية، إذ يتم الآن إجراء تقسيمات بالكرة مان تو مان، وفيها أيضا يراقب المدير الفني والجهاز الفني اللاعبين بدقة، والذين تحمسوا أيضا بقوة، حتى إن الجهاز الفني حذرهم من فرط الحماس. وعلى نفس المنوال يسير تدريب حراس المرمى بقوة وبخطط جديدة تحت قيادة المدرب الواعي أحمد ناجي وحراسه، الذين يؤكد أنهم سيكونون ذا شأن كبير في الموسم الجديد. الحمد لله في تميز في كل المراكز الفرقة الحمد لله، بما فيهم حراس المرمى أمير وعادل والشناوي ودخل عليهم رمزي. نتمنى لهم موسم طيب إن شاء الله، ونتمنى لهم تنافس شريف يكون نتيجته خير للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي إن شاء الله. حارس دولي وعنده خبرة دولية و66 مباراة دولية مع منتخب بلاده، نتمنى له المنافسة الشريفة، وفانيلة النادي الأهلي غالية ومحتاجة جهد عالي. أنا شايف استعداده كويس وعايز يبذل الجهد دوت، نتمنى له التوفيق. دايما النادي الأهلي على كل مراحل سنينه كل الأجيال في 3 حراس مرمى، أمل الروبي ومروان كنفاني وعادل هيكل وعبد الجليل الحميدة كرامي وثابت وأحمد شوبير وابنه مصطفى شوبير هيبقى برضه ينافس. لا كل الأجيال بسم الله ما شاء الله فيها حراس على أعلى مستوى. أما النجوم الجدد فقد بدأوا يدخلون في التدريبات والأجواء الأهلوية بقوة لشغل المراكز التي يلعبون فيها، ومنهم النجم الجديد في الأهلي أحمد حسن القادم من المحلة. ملتزمين في المعسكر، تمرين كويسة يمكن فيها أحمال جامدة، لكن أكيد هم فاهمين طبعا، لكن احنا مركزين طبعا الفترة ديت لأن في مباراة قوية قدام نادي الزمالك، وإن شاء الله نكسب المباراة بإذن الله. كيف يرى نفسه في المعسكر؟ والله الحمد لله يعني ده بيتي، حاسس ان ده بيتي يعني نادي الاهلي، والحمد لله مستريح كويس يعني. واحمد حسن دايما هجيم النادي الاهلي، كيف يرى؟ لا الحمد لله اكيد يعني كل واحد واثق في قدراته، لكن احنا كلنا بنكمل بعض، واكيد طبعا مستر مانور الجهاز الفني هو بيكون ليه وجهة نظر يعني. قوة وحماس في التدريبات وتسابق بين اللاعبين وحراس المرمى لبدء موسم جديد قوي من أجل الفوز بالبطولات القادمة، لعلمهم بأن المنافسة هذا الموسم الجديد لن تكون سهلة.